هلا هلا حبيباتي، يسعد مساكم يا حلوات. شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي. وانتو تشوفون فيديو اليوم وفلوق اليوم. طبعا هنا كنا متحضرين يعني من كانت المدارس. قلنا بس يصير عطلة نروح البيت عمي. فصار لشقد يعني من صار العطلة واحنا بعدنا ما رايحين. هنا ابن عمي خابرنا، كان يقول انتو اذا ما اجي اخذكم ما تتحضرون وتجون. عاد والله اتفق ويانا، قال الخميس اجي عليكم. وهنا اجي علينا ورحنا البيت عمي. وهاي هنا اجواء الريوق مالت الصبح صورته وياكم. يعني ما صورت كلش هواية، بس يعني مقتطفات انه حبيت اوثق اللحظة انه انا هناك وصورت لكم. وهنا اني وجنتهم زوجة ابن عمي كنا نسوي الريوق. هنا كملنا تجهيز السفرة، وهذا كان ريوقنا وسهمكم ألف عافية. واللمة كانت تخبل ما شاء الله، وربي يديم هاي اللمة الحلوة دائما. طبعا هذول بيت عمي أنا كلش كلش أحبهم وأعزهم، لأنه إحنا كنا عايشين بمنطقة واحدة، يعني فرع واحد بيناتنا. فشون كبرنا سوا إحنا، يعني ولدهم وبتهم كبرنا سوا. يعني هسه احنا مو كأنما ولد عم، لا كأنما اخوان وخوات هيج. يعني احنا تربينا سوا هيج يعني. ماكو يوم يعني يفوت اذا احنا ما نروح لهم واذا هم ما يجونا. فكلش يعني غاليين علينا. هنا أنا حبيباتي ورا ما كملنا الريوق شوفت لكم الهوسة مالت المطبخ، وكملنا غسل المواعين. بهالشكل صار المطبخ يلمع. وبلشنا بتحضير الغدا. طبعا أنا قلت لهم أنا راح أسوي الغدا، وسويت تشريب مال لحم. وطبعا طلع كلش طيب، يعني أنا ما أمدح بيه لأن أنا سويته، بس هو كلش طيب طلع والله. وهنا كانت تجهيز سفرة الغدا، وبهالشكل كان. وربي يديم لمتنا يا رب إن شاء الله. وكانت قلتلكم لمة تجنن بلمة الأهل والحبايب. هنا ورا ما تغدينا بساعة أو ساعتين كان عندي شغلة، فابن عمي قال لي تعي أني آخذك بالسيارة. فرحت كملت الشغلة مالتي هناك. قلت تعي آخذك الهايبر ماركت حتى نشتري للجهال شوية حلويات. طبعا احنا قلنا للأسواق، بعدين قال لي لا تعاي خلي آخذك الهايبر ماركت. قلت له ما تسوى، يعني هي بس نشتري للجهال. قال لي ما يخالف، تعاي هناك هم نشتري حلويات للجهال وهم انتي بدربك تصورين، بما انه انتي تحبين تصورين على مود القناة وهاي، فتعاي صوري. فخطية هو أخذني هنا دا أصور بالطريق وإحنا دا نروح. طبعا كلش أتشكر من عنده. تعبته وياي هاليومين اللي كنت هناك. إن شاء الله نجازيك بيوم زواجك يا رب. هنا وصلنا للهايبر ماركت. طبعا كان الجو كلش مغيم، يعني كانت بيها مطرة. يعني من طلعنا من الهايبر قامت شوي شوي تنقط. فالجو كان كلش حلو ما شاء الله. فشنو يا بنات، والله يعني ما كنا متفقين على هذا الشي، انه كان عندنا شغلة قلنا نروح نكملها ونشتري من الأسواق للجهال ونرجع للبيت. فهنا بالسيارة التخطيط تغير. قال بدل لا نروح للأسواق تعال خلينا نروح للهايبر ماركت. والله العظيم قلت له يعني ما تسوى، خلينا يعني نروح للأسواق. كان يقول لا خلينا نروح هناك، هم ناخذ شغلات زينة من هناك وهم من عنده انتي تصورين هناك بما انه تحبين التصوير. فقلت له ها هي. فأخذنا يا بنات هنا بالطريق. طبعا هاي أول طلعة أطلع بالسيارة مال ابن عمي ماخذها جديدة. قلت له بالعافية عليك وإن شاء الله تشوف خيرها وربي يكفيك شرها إن شاء الله. هو هذا ابن عمي يعني الطلعات وياه كلش حلوة، يعني حتى سياقته كلش حلوة ما شاء الله. فيعني من أطلع وياه قلبي بارد، يعني يعرف يسوق وحلو يسوق. اي والله. فطلعنا هنا ويا بنات وصلنا للهايبر ماركت. طبعا هو بالطلعات كلش كلش يعني عنده خلق، ويعني أبد ما يضوج. وين ما تقولي له يقول لك ها هي خلاص نروح. يعني مو من النوع المتعصبين ويضوجون. يعني مثلا اكو مرات يعني الزلم من تحجيه وياه مثلا تقولي له أروح البكان يقول لك أوه مالي خلق لو ما أروح له هاي. عندي ولد عمي لا، يعني كلش يحبون الطلعات. يعني مثلا إذا واحد يقول لهم المكان راسين يقولون ما يخالف، يعني إذا عندهم مجال خطية بسرعة يعني يطلعون ويقولون ها هي نطلع. فإن شاء الله ربي يحفظهم ويستر عليهم بجاه الحبيب محمد. بنات هنا طبينا للماركت وبلشنا ناخذ حلويات للجهال. طبعا هنا لو تشوفون ايش سوى ابن عمي، كل ساعة يخلي شغلة بالعربانة وأنا أرجعها.
أقول له والله يعني الجهالي ما ياكلوا ليش حتى تاخذوا حرامات يعني ينحرم، يقول لي يا معودة خليهم ياخذون، يابا قلت له والله ما ياكلوا ليش حرامات، قلت له عوفوا علي وأني الشغلات اللي يحبوها راح آخذ لهم إياه، والله يعني ما آخذ شغلات بدون معنى، فهناني يلا اقتنع، لين قلت له أكو شغلات ما يحبوها ليش حرامات تاخذها بدون معنى، فقوة ما قوة يعني اقتنع إنه قام ما ياخذ شغلات يعني من يمه، قلت له أني شنو اللي يحبوه راح آخذه. فهنا يا بنات أخذت لهم عصير، أخذت لهم إكباس، وهنا أكيد معصومة شافت المطعم قالت أريد فينجر، هي تموت على شي اسمه فينجر، هنا أخذنا لها فينجر وخلصنا يا بنات وإجينا يم الكاشير دا نحاسبه. طبعا احنا ما كنا قلت لكم ما كنا محتاجين شي يعني، هو بس على مود الحلويات رحنا فاشترينا لهم ورجعنا، وهم إنه شوية غيرنا جو. حلو أجواء الهايبر، هسه مو رمضان والعالم كلها جاي تتسوق وما شاء الله ازدحام جان، اي والله يا بنات إن شاء الله أني هم باقيلي مسواق مال رمضان، إن شاء الله هاي الأيام راح أروح وأتسوقه وهم أصور وياكم فلوق حلو. طبعا هنا يا بنات رجعنا من بيت عمي وكان الجو مطر يجنن ومشغلين باسم بالسيارة، يعني أجواء ما أقول لكم تجنن. هنا ثاني يوم حبيباتي ورا ما رجعنا دا أحضر غدا، هسه تقولون ليش دائما تسوون بانية، أشوفكم دائما تسوون بانية، فبنات أنا يعني عائلتنا كلنا نحب البانية، إذا أني إذا زوجي إذا أطفالي إذا عمتي ويانا بالبيت، فيعني العائلة كلها اجتمعت على حب البانية، فأني تشوفوني دائما أصور بالقناة أطبخ بامية، فهنا أنا دا أطبخ لهم البانية. وطبعا البانية مالتي بالمجمدة، يعني أنا مسوية وجبات وخالتها بالمجمدة، ودائما أقول لكم طريقتي بالطبخ، وأهم شي السر إنه تخلون خاشوقة شكر أو أقل من خاشوقة على مود يوازن لكم الحموضة مالت المرقة مالت البانية وتصير تجنن. جربوا هاي النقطة يا بنات وعلى ضمانتي، يمكن هواي قلت لكم عليه وراح تضوجون من كلامي أكرره، بس أكو بنات جديدات بالقناة راح يستفادون أكيد، فجربوا هاي الطريقة وكلش راح تحبوها. هنا أنا كملت مرقتنا وشوفوها ما شاء الله تجنن، وكلش طيب كان. هنا أنا بنات دا أحضر الغدا، هالمرة حبيت أسوي ثريد وحد وأخلي التمن وحد شوية كنوع من التغيير، لأن أنا متعودة دائما أسوي الثريد مالت البانية مثل الليمية، لأن أطفالي وعائلتي يحبوها هيج، يعني أسوي الثريد وحد يعني جوا، وأسوي أخلي التمن فوقه وأخلي اللحم يعني هيج شلون الليمية هيج أسوي. فاليوم كنوع من التغيير قلت لكم حبيت أسوي الثريد وحد وأخلي التمن وحد، وهم إذا يبقى زايد من التمن فما راح يحرم ويروح عليه مرق. بهالشكل كان غدانا وسهمكم ألف ألف عافية. كانت البانية خطيرة كلش طيبة تجنن. ما أدري لين إحنا هواي نحب البانية، فما أدري لو هو أصلا طيب كان. هنا أنا صورت لكم الغدا مالتنا يا بنات، وورا ما كملت الغدا جلفت الطباخ جلفة معدلة وغسلت المواعين، طبعا لملمت البيت بس ما صورت لأن كنت كلش تعبانة. فبس هنا أنا دا أصور الطباخ وأني دا أجلفه، أكيد هو أهم شي الطباخ لازم يعني أشوفكم إنه جلفته خلاص يعني لازم ينجلف. وهنا يا بنات غسلت الحوش ودا أغسل بالباب، وضروري يعني قلت لكم الباب إذا ما ينغسل أحس يعني البيت وسخ، لازم وضروري ينغسل الباب بكل فيديو وياكم الباب لازم ينغسل. ويمكن إذا يوم ما غسلت وياكم الباب راح تقولون ليش ما غسلتي، قد ما تعودتوا كل فيديو أنزلكم وأنا دا أغسل بالباب. اي والله يا بنات هي نظافة حلوة، نظافة من الإيمان طبعا، فأكيد الباب إذا نظيف يبقى الحوش مالتك نظيف والجو مالتك يبقى نظيف. وهنا يا بنات هذا كان فلوق اليوم، إن شاء الله عجبكم ونال رضاكم، كان فلوق بسيط بس كلش حلو بلمة العائلة أكيد، وإن شاء الله عجبكم، وإذا حبيتوا محتواي فأقول لكم تابعوني وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد أنزله إن شاء الله. وحابة أشكر كل متابعيني الجدد اللي انضموا للقناة، وأني كلش ممنونة من عندكم ورسائلكم الحلوة على باقي الفيديوهات اللي نزلتها،
وإن شاء الله يعجبكم محتواي، وإذا ما ضايفيني أقول لكم مرة ثانية ضيفوني، أنا أحبكم كلش هواية ومع ألف ألف سلامة.